السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير متابعيني الغالين. اليوم عندي محاورة شعرية قديمة بين اثنين من عمالقة الشعر، اللي هو الشاعر مطرق بن حميد الثبيتي الله يرحمه، والشاعر محمد بن تويم الثبيتي الله يرحمه. هذه المحاورة حدثت في الطيارة وهم متوجهين إلى مضارب البادية في مدينة الرياض. البادي مطلق بن حميد يقول، مطلق بن حميد الله يرحمه يقول: يا لابس الثوب الحمر كل شيء فيك مزيون، حتى حجاج على عينك كما قوس الهلالي، مفتون في بسمتك ومحمد بن تويم مفتون، ليتك خويي شريكي يا بعد روحي وحالي. قال محمد بن تويم: يا لابس الثوب الأحمر مشيكم في الجو بالهون، والخفض في مدرج الأفلاك مرتفع الجلالي، تراك جننت مطلق ما أنا ماني مجنون، ولا بخليك تاخذ مكسبي من راس مالي. قال مطلق بن حميد: يا شمعة الطايرة ودي بضحكة سن عربون، واللي حصل منك ضحكة سن هذا شف بالي، لا تستمع في نصايح شايب يعكز على شون، حطك كما المر وانت في لساني عسل حالي. قال محمد بن تويم: لا تنسجم من ضحكته ترى ما هو منك ممنون، لا تمتنن عشرته خلك عشير ام العيالي. قال الله عزيز الجلال امر ما بين الكاف والنون، يا ما مضالي على درب الهواء، يا ما مضالي ومنت يا شايب الرحمن، منك الظهر عرجونك لو هل النخر تمره واكلة سود الليالي. قال محمد بن تويم: اذا ما عندها قز ونار جوف كانون، عيت تسوي غدا ام الكحل وام الدلالي، والحظ مع راية بيت الكرم من دون في دون، وخاف يا ابو فيصل تحكم على سلم الريالي. قال مطلق بن حميد: ترى العوض عند ابو فيصل وسر الناس مكنون، الصاحب اللي يكب الهيل في صبح الدلالي، وانا من قبل ساعات يا ابن تويم مغبون، بعد نبت فيك شعر الذيب جليت الغزالي. وسلامتكم.